بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبركة ان شاء الله. هنعمل مع بعض النهارده سبونش لجاتوه تورتات. اقوى سبونش هتشوفوه. امشوا خطوة خطوة بالظبط واعملوه وهينجح معاكم ويطلع معاكم احسن منه. يلا عشان ما نتوهش بعض في المقادير، الاول معايا نص كوباية مية، نص كوباية سكر. تمام، نص كوباية مية، نص كوباية سكر. حطيت عليهم 4 بيضات. حطيت عليهم 4 بيضات، يبقى نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، حطيت عليهم 4 بيضات. حطيت معلقه محسن كبيره بس مش هرميه، معلقه محسن كبيره تكون يعني ممسوحه كده، تكونش هرميه مليانه قوي. تمام. هضرب كل الخليط ده ببعضه. خدوا بالكم من الشرح. اني لو الناس اللي متابعه قناتي، انا بشرح وبفهم اكتر ما بنزل فيديو. احترامي لكل الناس، على راسي من فوق، على راسي من فوق. في حاجات ما بتشرحش، انا بوضح عشان تفهم. انت الوقت هتضربي لحد ما القوام هتشوفوه معاكي الوقت. طب انت ممكن تضربي 5 دقائق 10 دقائق القوام ما يمسكش. لا ده كده لا، استمري. هو بيغيب على بال ما يلف معاكي ويوصل للنتيجه دي. يعني ممكن تخش في 15 دقيقه قبل ما يوصل معاكي للطريقه دي. اوعي تقولي الاسبونش هيبوظ، الطريقه مش نافعه. لا استمري، هتلاقي بعد كده هتلاقيه لف وبقى معاكي كده. تعملي الخط كده تلاقي الخط ايه، ثابت، مش بيسيل وينزل. تمام. يبقى 4 بيضات، نص كوبايه ميه، نص كوبايه سكر، معلقه محسن كبيره ممسوحه. واضرب اضرب خدوا منك، يعني لو انتم مضربك قوي كون ياخدوا منك 8 دقائق 10 دقائق. مضربك ضعيف زي حالاتي هاخد منك ربع ساعه. انا عندي مضربي ضعيف، عندك على الجانب اهيت على طول ان شاء الله. دي بقوه المضرب. فاستمر، ممكن ياخد منك 15 دقيقه وممكن يعدي شويه كمان. ما تيأسيش. معايا هنا كوبايه وربع دقيق، معلقتين نشا كبار، معلقه بيكنج باودر ممسوحه. كيك شيف ممسوح، ما تحطيش بيكنج باودر، حطي كيك شيف. يبقى معايا كوبايه وربع دقيق، معلقتين نشا كبار مليانين كبار، معلقه كيك شيف ممسوحه. خلاص. بعد ما عملت حطيتهم على مرتين، بص، وضربتين كده بالمضرب، رجعت السرعه، خليت السرعه على 1 على البطيء. خليت السرعه على البطيء. وضربت كده 3 ضربات 4 ضربات كده، وهقوم شايله المضرب. عشان لو ضربت كتير السبونش هيبوظ منك. لو عملت على سرعه عاليه السبونش هيبوظ منك. اول ما تحط الدقيق تبطئ السرعه. تمام. 3 ضربات كده في الدقيق، وبعد كده تقوم شايله المضرب علشان السبونش ما يهبطش معاكي. قومي بقى جايبه المعلقه بتاعتك وتقلبيه كده بقى بالراحه، من فوق لتحت كده بالراحه. خلاص، من فوق لتحت كده بالراحه. ان شاء الله هتتبسطوا منه قوي 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 قوي. دي بقى مقدار ال4 بيضات. انا عملت لكم البيضه، عملت لكم الاثنين، عملنا ال3 بيضات. دي ال4 بيضات لسه معانا مكملين بقيه المقادير بتاعتنا. هنا هعمل الصاج 30 في 40 واحط الاسبونج. طب يا شيف لو ما عنديش صاج، حط في الصينيه المستطيله اكبر مقاس في الطقم. شوف الصينيه المستطيله 3 مقاسات، حط في 3 مقاسات. طب يا شيف انا عايزه اعمل دي تورتايه، حطيها في مقاس 22 و24. تمام. بس 22 هتبقى عاليه وحلوه، 24 مش هتبقى عاليه. تمام. أنا بقول كل اللي بيدور في دماغكم، وبشرح كل اللي انتوا عايزين توصلوا له. تمام. يبقى لو انت ما عندكش الصاج، اعملي في الصينيه المستطيله اكبر مقاس في الطقم. طيب عايزه تعملي تورته، اعملي في 22 لو انت عايزاها تورته. طب لو انت عايزاها تورته مثلثات اللي احنا بنعملها ديسكين 2 بس، تورته مثلثات اللي هي ديسكين بس، اعملي في ال 24، لان كده كده احنا هنحتاج طبقتين بس فيها. خلاص. اضربي باستمرار. امشي بالخطوات اللي انا مشيت بها دي، صح؟ طيب يا شيف البيض عندي كان في التلاجة وما لحقتش اطلعه، والميه الساقعه واشتغل عادي ولا مشكله. طب المحسن في التلاجة ولا مشكله. تمام. شوفوا الصاج مليان، الصاج، بصوا الاسبونش ملا الصاج. خلاص. عالي عالي مليان. هدخله على نار عاليه من تحت، هاديه من فوق. هياخد منك 10 دقايق. اختبري بالخله. اللي الناس اللي بتسالني اعرف ان هي استوت قد ايه وعملت قد ايه. بعد يعني 8 دقايق كده افتحي الفرن. انت مجرد ما تحطي ايدك عليها هتبان، او بخله، بس خله رفيعه من بتاعه الشيش اللي بنقفل بيها الحمام. نزلها كده، لقيتها محكوكه يبقى لسه. الاسبونج يفشل منك وينشف منك لو سبتيه في الفرن مده طويله، بينشف. تمام. لازم الاسبونج يطلع طري. طالما استوى الخشبه طلعت نظيفه، لو عود كبريت نزلت كده وطلع نظيف، خلاص هو استوى. سلكه بقى كده من الجنوب واغطيه بورقه واقوم قلباه. طيب انا يا شيف عايزه اعمل الاسبونش ده وبيته لتاني يوم، عشان مثلا انا مش هلحق اعمل اسبونش في نفس اليوم وزين في نفس اليوم. اعملي الاسبونش وبعد ما يهدى معاكي ويبرد قوم مدخلاه في قلب كيس وقوم رابطه عليه. لو سبتيه من غير كيس هينشف، وتسيبيه على الرخامه. تاني يوم مش هيجرى له اي حاجه. تمام. تحطها على الرخامه كده، بس لابس بقى كيس، وتسيبيه مش هيجرى له اي حاجه. انا هنا بسلك الورقه عشان الورقه
قافله على الاسبونج بتاعي، فبسلكها بالعصايه كده عشان لما اجي اقلب الاسبونج بتاعي ما الورقه ما تبقاش تحت فتكسرهولي، لانه هش. بصوا مش قادره اقول لكم، انت عباره بتمسكي قطنه، مش بتمسكي دي سبونج ده. بصوا تحفه تحفه في منتهى الجمال، نجح معاك ان شاء الله. هعمل لكم بقى مقدار الكوبايتين الدقيق، تمام ان شاء الله. اعمل لكم مقدار برده كوبايتين الدقيق. انا يا جماعه عايزه في فيديو اسجله يعني اسجل فيديو اظهر فيه واسجل فيديو واتكلم معاكم في موضوع. بس اتمنى ان كلكم تشوفوا الفيديو ده وتخشوا عليه وهتكلم معاكم. يا ريت كلكم تشوفوه وتسمعوا الكلام اللي انا هقوله. تمام ان شاء الله اسجل فيديو واطلع معاكم فيه. منها برده تشوفوني للمره الثانيه، ومنها ان انا عايزه اتكلم معاكم برده شويه في موضوع كده برضو يعني مهم. يا ريت تفهموني وتقولوا لي ارائكم فيه وتتكلموا معايا فيه. خلاص شوفوا الاسبونش عامل ازاي، حكايه عالي جدا. بص بقى، لو انت عايزه تعمليه تقصيه، هو عالي مش رقيق، شوفوا الارتفاع. لو انت عايزه تقصيه ديسكان قصيه. لو انت عايزه تعملي 3 زي ما انا هعمله دلوقتي هعمله 3. طب حد يقول لي طب انت شوفوا الارتفاع قد ايه، طب انت يا شيف ما عملتهوش 2 ليه؟ في ناس بتحب قطعه الجاتوه 3، وانا كل فيديوهاتي نازله 2 ما عدا فيديو واحد اللي عاملاه 3. فانا حبيت اغير المره دي واعمله 3 ديسكات. تمام. طيب في نقطه خدوا بالكم يا جماعه من الشرح، الحاجات دي كلها انت بتبقى مهمه لكم. طيب يا شيف، هو الوقت الاسبونش عالي وهاجي اعمل 3 طبقات بقى مع الكريمه تبقى قطعه الجاتوه عاليه وكده، قللي بقى في الكريمه. هنا تقللي في الكريمه طالما الاسبونج طالع عالي معاكي وحلو وانت عايزه تعملي، لان في ناس كتير بتحب قطعه الجاتوه 3 ما تحبهاش 2، وانت عايزه تعملي قطعه الجاتوه 3. انا هنا عمال غطيته وركنته كده في جنب عبال ما اعمل الكريمه وشويه حاجات كده معايا، وهرجع بقى ايه اشتغل فيها. طيب انت يا شيف في الوقت هي عاليه، طب ما نعملها 2. في ناس بتحب قطعه الجاتوه 3 قطع، بتحس ان هي ايه قطعه جاتوه بيحبوها اني بحبها 2. يعني انا عن نفسي بحب قطعه الجاتوه 2 ما بحبهاش 3. بس في ناس بيحبوها 3 قطع 3 ديسكات فوق بعض. فانت تقيسي بالمسطره، قيسي 12. ممكن الصاج اللي انت تعملي فيه يكون اكبر من اللي عندي شويه، قيسي 13. يعني لو الصاج كبير شويه قيسي بالمسطره لقيته كل ديسك هيطلع منك 13 خير وبركه. لقيت لا كل ديسك هيطلع منك 12 خلاص كل ديسك اعملي 12. وقومي معلمك شوف انا حاطه هنا ايه. انا عامله ورقه كده برمه رفيعه كده وعلمت قمت حطاها عشان برضو احنا بنعيش ونتعلم برضو الحاجه تطلع منك مظبوطه. لان لو طلع منك ديسك صغير عن ديسك، الصغير مش هتقدري تتحكمي في تعملي في حاجه، اما الكبير هتقدري تقصي منه. فهتقدري تقصي من الديسك الكبير على قد الديسك الصغير، ويبقى كده قطعه الجاتوه صغرت معايا والدنيا باظت. فلا انا كده قيس بالمسطره عشان الديسكات تطلع معايا ايه كلها قد بعض. شايفين القطعه قد ايه؟ يعني اقدر لو انا عايزه اعمله ديسكين بس ما اعملوش 3، ازود الكريمه بتاعتي بقى، احط كريمه حلوه كده بنت ناس واعمل طبقتين، والطبقه الثالثه اقسمها 2 مربعين واقوم عامله برده قطعتين جاتوه. طيب انا عايزه اعمله 3 زيك، يبقى الكريمه تبقى قليله. زي ما انت هتشوفي معايا هتلاقي الكريمه عندي في قطعه الجاتوه قليله. اصل مش معقول هعمل جاتوه 3 ديسكات واملى كريمه كتير، قطعه الجاتوه تبقى هتروح مني فين؟ يبقى انت كده فهمتم. لو انت عايزه تعمليه تقسمي الصاج 2 وتعمليه ديسكان 2 بس، يبقى كتري بقى الكريمه بتاعتك. زي ما انا بجحش كده واقول لكم انا بحب الكريمه كتير، واحط كريمه كده بنت ناس تطلع معاكي بقى قطعتين جاتوه عاليين وتمام التمام. تمام. وهيدي معاكي بقى ايه كذا قطعه جاتوه. طيب انت عايزه تعملي 3 طبقات، يبقى قلل في الكريمه. هتشوفوا بقى الخطوتين دي. اتمنى ان كل النقط والخطوات اللي انا بقول عليها بتوصل لكم، واشتغلي نفس ما انا اشتغلت بالطريقه بالظبط. بصوا الاسبونج طالع حكايه، طالع حكايه لون وهشاشه وطعم. شوف انا بعمل بالاسكفر ازاي عشان ما يطلعش مني الكيك من كتر ما هو هايش. في ترميله يعني تحس ان هو مرمل كده. خلاص تظبطي بقى ايه ايديكي كده شوف انا هنا حاطه كريمه قليله بقى. لكن لو انا هعمل بقى اقسم الصاج نصين 2 بس، لا انا احط كريمه كده عن كده كتير عشان منها قطعه الجاتوه تبقى ارتفاعها حلو يبقى شكلها حلو. لكن انا هنا شغاله 3. طيب لا ممكن تقدري تعملي الصاج ده لو انت عايزه تورته مستطيله تعملي صاجين وتقسمي الصاج 2 وتعملي 3 ديسكات تورته مستطيله، والديسك الرابع ممكن تعملي باي حاجه. طب لو انا عايزه من التورتايه 30 في 40 تورته كبيره كده مستطيله، عيد ميلاد بقى كبير واحط الصوره واعمل شغل، اعملي 3 صاجان بنفس المقدار، هيطلع معاكي 3 صاجان. وغير بقى بعد ما تخلصي هتسوي من النص هتطلع معاكي تورته مستطيله كبيره جدا 30 في 40. واشتغلي بقى وابدعي. انا نفسي اعمل لكم الحاجات دي، بس انا هحكي لكم في الفيديو انا مش عايزه اعمل الحاجات ديت ليه، او ايه اللي مانعني ان انا اعمل الحاجات دي، ايه اللي مانعني ان انا اعملها.
طب ليه ما بعملش تورتات مثلا دورين وثلاثه، واعمل التورت الكبيره المستطيله ديت ايه اللي منعك يا شباب انك تعملي الحاجات دي وانت بتشتغلي مثلا حلويات حلو، بتشتغلي سبونشات حلوه؟ ايه اللي منعك انك تعملي الحاجات دي؟ انا هقول لكم على كل حاجه في الفيديو، تمام؟ كل حاجه اشرحها لكم في الفيديو اللي انا هسجله لكم عشان تبقوا على نور معايا وتفهموا كل حاجه. فمش هينفع الكلام كده، لازم اطلع ويبقى الفيديو مستقل بنفسه واشرح لكم كل حاجه. انا هنا بقى بحط الكريمه اهو، بصوا انا بحط كريمه خفيفه. طب انت يا شيف عامله كريمه قد ايه؟ انا عامله كوبايه كريمه عليها معلقتين بس كريم كبار، عليها كوبايه وربع ميه عشان حاطه معلقتين بس كريم كبار. طب انا ما عنديش بس هعمل كريمه بس يا شيف، يبقى احط كوبايه الكريمه وعليها كوبايه ميه متلجه في قلبها تلج. وما تحطيش كوبايه الميه كلها، نصيحه مني، حطي مثلا كوبايه الا ربع ميه واضربي. الكريمه بتاخد وقت عبال ما تلم يا جماعه وتلف معاك وتتضرب. حسيت انها لا تتقفشه وتقيله قوي ومخرفشه كده، احط شويه ميه كمان، لسه احط شويه ميه كمان، لان الكريمات بتختلف، فما تنزليش دفعه واحده بكوبايه الميه معاكي. خلاص، واحده واحده ان شاء الله. الاسبونش ده هتدعوا لي عليه، على جماله. تورتات بقى، جاتوهات، بصي ابدعي بقى اللي انت عايزه تعمليه في الاسبونش ده. انا هنا بقى بجلس الطبقه الثالثه اهيت، شوفوا لا محتاج يسقى ولا محتاج اي حاجه، لان هي هشه جدا جدا، هشه قوي قوي. انتوا هتعملوها وهتشوفوا. هتبقى كده 4 بيضات، يلا واتكلوا على الله كده وجربي. انت هتفرحي جدا لما هتلاقي طالع معاكي بالجمال ده وناجح وحلو كده، انت هتفرحي بقى قوي. وتقدري بقى تطبقي على كل حاجه بقى انت عايزه تعمليها، طبقي بقى على كل حاجه. وان شاء الله هعمل معاكم يعني بقيه المقادير، وبقول لكم لو انت هتعملي المقدار دي تورته تعمليها في قد ايه، لو هتعملي جاتوه تعمليها قد ايه. برده لو انت عايزه تعملي تورته في صينيه المستطيله اللي هي اكبر مقاس في الطقم، تورته كبيره جدا، اعملي منها 3 مقدارات نفس المقدار كده في قلبها، تطلع معاكي تورته مستطيله جميله جدا جدا. يعني الصاج مش مشكله يا جماعه، تقدري الصينيه المستطيله الكبيره اشتغلي فيها عادي. معايا هنا بقى معلقتين من اللي هو الجيلي بارد اللي على التلميع. بصوا لو انت هتخرجيه من التلاجة زي حالاتي كده، لان انا نسيت اخرجه من التلاجة من بدري عشان يسيح، طبعا في التلاجة ماسك، حطيت عليه كده معلقتين ميه سخنه وفكيته وقمت حطاه على الجاتوه. وخدي بالك من النقط دي. طب انا يا شيف ما عنديش جيل التلميع ده، لان الجاتوه لما بيتحط في التلاجة اللي هو بالكريمات مع الوقت بينشف. اعملي حبه شربات، نص كوبايه سكر كده، شربات بتاع كنافه، يكون تقيل كده بس بسكر ابيض، يكون تقيل، وتاخدي منه معلقتين كده تمشيهم. تمام. بس انت هتلك العلبه ديت انا كنت جايباها ب 12 جنيه، بتقعد عندك ياما، بتقعد عندك شهور. ده عندي كتير، يعني عندي من قبل ما كنت اصور لكم الفيديو بتاع المشتريات، هي عندي والله. بتاخدي معلقه، بتحطي عليها معلقتين ميه كده اهوت دافيين، فبيفك معاكي، وتقومي حاطه عليه. يحفظ لك الجاتوه بقى لو قعد معاكي في التلاجة مهما قعد هو او التورته، طالما ما عليهوش جلوات تانيه يقعد معاكي. لكن لو هتحطي بقى جولو مانجا، جولو فراوله، جولو كراميل، اي حاجه خلاص ما بتحطيش ده. خلاص. اعمل بقى بالاسكفر المشرشر. شايفين الكيكه يا جماعه؟ الله الله على الجمال. استحق يعني يا ترى لايك كده ومشاهده حلوه ولا ما استحقش؟ يعني ان شاء الله يعجبكم وهتتبسطوا برضو من بقيه المقادير. لسه معانا مقادير كتير في الاسبونش البيتي، لسه معانا مقادير كتير كده. دلوقتي عملت لكم 4 مقادير تاني عشان ما تنسوش. انا كده عملت لكم 4 مقادير، البيضه والاثنين والثلاثه والاربعه كده، تمام. انا كده خلصتها بقى اهيت. هروح احطها فين؟ في الفريزر. حطيتها في الفريزر، قعدت معاك في الفريزر قد ايه يا شيف؟ حطيتها كده قيمه 3 ساعات، 3 ساعات بس. ليه؟ عشان ما تجمدش منك، او لو جمدت منك او جت تقطعيها هتتفلق منك. ف3 ساعات كده كافيين عشان تبقى سهله برضو التقطيع معاكي. خلاص. شايفين طالع جميل وعمل ازاي؟ تحفه تحفه ما شاء الله. بتقلي لون الكيكه بيتكلم عن نفسه، يعني مش محتاج ان انا اتكلم. بس هو الطروف يعني ما هدرتش في قطعه الطروف بتاعته خالص، يعني ما تهدرش مني، يعني ما شاء الله، وما تهدرش مني، لان الكيكه اصلا طالعه بصوا زي الكتاب، بصوا مظبوطه زي الكتاب، في منتهى الجمال. تقدر تخليها كده تعملها تورته مستطيله كده صغيره بالشكل ده وتبدعي فيها. شوفوا انا شلتها بقى بايديا اهي، شلتها بقى من على، كنت حطاها على البورده ديت عشان دي تنفع تخش الفريزر. لو كنت حطيتها مثلا على اي حاجه كبيره مش هعرف ادخلها في الفريزر. بصوا الجمال، شوف. فحطيتها على البورده دي وبقوم بقى نقلاها، لان هي مجمده معايا معقوله، يعني بقوم شايلها. ابدا بقى احط المنشار بتاعي في ميه سخنه واقطع الجاتوه بتاعي. طب لو انت عايزه جاتوه مثلثات، اقطعي جاتوه مثلثات، اقطعي
الجاتو دي معاكي شوفيه، هيطلع معاكي 3 مثلثات ولا 4 مثلثات، وقطعه مثلثات يطلع معاكي شكله جميل جدا برضو قوي قوي. انا عايزه اخلف برضو والله مره اعمله مثلثات بقى، ما يبقاش مستطيل على طول. تمام. شايفين الكيكه يا بنات؟ شايفين جمالها؟ قال لي خليني بقى اشتري سبونش جاهز. متهيألي ان من يوم ما دخلت معاكم على القناه انا ما فيش متهيألي فيديو عمري قلت لكم فيديو فيه سبونش جاهز. انا ما بشتروش خالص، يعني انا ما كل شغلي بسبونش بيتي، ما بشتريش يعني. يعني لو جبت من اول فيديو لاخر فيديو هتلاقيني شغاله سبونش بيتي، والتورت وكله سبونش بيتي. وانتوا شايفينه طبعا الطريقه وكده. انا هنا بقى قطعته بعدله اهوت. هنا بقى الوقت ايه، هعمل بقى الروزيتات. تاخد حته كريمه، هي كوبايه كريمه بس اللي انا عملتها، وعملت بقى 3 حشوات. وزي ما قلت لكم انا مش حاطه كريمه كتير لان انا عامله 3 طبقات. لو حطيت كريمه كتير قوي قوي مش هينفع. ولو انت تلاحظي لو انت بتجيبي جاتوه جاهز من بره بيبقى 3 طبقات كده فوق بعض، بتبقى الكريمه في قلبه قليله. تمام. وفي ناس كتير ما بتحبش الكريمه كتير في الحاجه، يعني بتبقى الكريمه قليله. خلاص. فدي بقى شغل في ايديك انت. طبقتين كتري الكريمه بقى وابدعي براحتك. 3 طبقات الكريمه تبقى قليله عشان ما تبقاش مرتفعه معاكي جدا. انا بقى حطيت الكريز بقى الاحمر معايا، طبعا بينطق في الجاتو الابيض وبينطق في الجاتو الشوكولاته. هعمل لكم بقى ان شاء الله، مش عارفه بقى ابدا بقيت مقادير البيض ولا اعمل لكم بقى الشوكولاته نفس ال4 بيضات مقدار الشوكولاته. شوفوا بقى وعرفوني برده. هنا بقى دي معايا معلقه كراميل. تمام. حطيتها كده في الكيس وبعمل لها يعني عملتها كده زجزاجه كده، يعني تكسر برده اللون كده عشان ما يبقاش ابيض قوي. شايفين يا جماعه الجمال؟ ان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. وعايزه الكل بقى يجربوا بقى وتبعتوا لي بقى وتقولوا لي عملتوا ايه. الجاتو بتاعنا اهوت يا حبايبي. شايفين لون الكيكه؟ انا بعد اقربها واجيبها وارجعها واقدمها عشان تشوفوا. بس انا عايزاكم تشوفوا لون الكيكه، شوفوا شكلها عامل ازاي. تالي الجاهز حتى ما بيطلعش بالجمال ده وبيطلع بالشكل ده. انا ما اشتغلتش في الجاهز خالص. شايفين؟ يا جماعه كويس ان انا افتكرت، ما بستعملش دقيق سايب عشان ما حدش يستعمل دقيق سايب ويقول لي تاني. انتوا عارفين ان انا صراحه ما بتكلم بحق. بستعملش دقيق سايب، انا بستعمل دقيق جميع الاستخدامات مغلف. دقيق مغلف جميع الاستخدامات، ما بستعملش دقيق سايب. انا الدقيق السايب ما بعترفش بيه لان انا ممكن اشتغل بيه ويبوظ معايا الوصفه، لان مش كل مره بيطلع حلو. وانتم ممكن تجيبيه مره يطلع معاكي جميل. في ناس قالوا احنا بنشتغل بدقيق السايب. خلاص انتوا ادرى، يطلع معاكم تمام خلاص. انه ممكن انا جيت مره جبت دقيق سايب، مره طلع معايا كويس ومرتين فشل معايا. شايفين يا جماعه؟ شايفين الجمال؟ ايه رايكم؟ ومره فشل معايا وخسرت الخامات. فانا بجيب، قال لي اجبرني بقى. ما الدقيق السايب الكيلو باين ب 20، اما المغلف ب 24. ما جاتش على 4 جنيه بقى، يعني 4 جنيه ولا حاجه تبوظ. لا ما جاتش على 4 جنيه. ما يعني مش هاجي على 4 جنيه واوقف الدنيا. شايفين بقى يا جماعه؟ انا بقطع لكم بقى. انا كل اللي يهمني بقى مش التزيين ولا التزيين دي انتوا تقدروا تزينوا وتبدعوا احلى مني كمان. يعني انتوا تقدروا تزينوا احسن مني كمان، ويبقى عندك في التزيين افكار احلى مني انا كمان كواحده شيف بشتغل. انا اهم حاجه عندي ما في الموضوع انني الكيكه. هي الكيكه طالما تنجح معاكي يبقى انت بتعرفي تاكلي قطعه جاتوه وبتعرفي تاكلي قطعه تورته. اصل لو الكيكه فشلت منك لا الجاتوه له لازمه ولا التورته لها لازمه. والله لو زينتها تزيين احسن واحده في العالم كله، فملهاش لازمه. كيكه مكتمه، كيكه ناشفه، يبقى انت ما استفدتي، يبقى انت ما عملتيش حاجه. التزيين ده مقدور عليه. اهم حاجه عندي كيكه. انا عايزه كيكه تبقى هشه كده دايبه مرمله فيها كل الصفات الحلوه. هي دي الكيكه. بعد كده الشغل ده التاني ده مقدور عليه. شوفوا انا بكسر لكم قطعه الجاتوه خالص ازاي، بوريها لكم. انتوا عارفين انا مش بحب اكل حاجه، يعني انا بكسر بوريكم بس اهوت. شايفين؟ كسرتها لكم كلها. يا رب الجاتوه يكون عجبكم ان شاء الله. لسبونش البيتي وتابعوا كل الخطوات. وقت لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.